في 6 كتب غيرت تفكيري بشكل عام، سواء في البيزنس، سواء في الماركتينج، سواء في السايكولوجي، سواء الشخص بيليد او بيقود نفسه او بيقود حياته. ال6 كتب دول لو انت رائد فكر، لو انت رائد عمل، لو انت موظف، ممكن يخلوك تفكر وتشوف الحياة بشكل مختلف. تعالوا نشوف واحدة واحدة، كتاب كتاب، ايه هي الكتب دي وازاي ممكن ان احنا نستفيد منها. ملخص صغير. اول كتاب هو كتاب ليدنج لأليكس فريكسون. أليكس هو واحد من أعظم المدربين اللي جم على مدار التاريخ. درب نادي اسمه مانشستر يونايتد لمدة 27 سنة، وهو حاول يحط داخل الكتاب ده خبرته مش في الإدارة الفنية فقط أو إدارة إن هو كورة لعب الكورة، ولكن ضاف خبرته كمدرب، كليدر، وازاي ان انت تقدر تقود مجموعه. في حاجات وقفتني في الكتاب ده، خلتني يعني ابص للليدرشيب بشكل مختلف، وخلتني ان انا ابص كمان ازاي ممكن ان انا اقود سواء نفسي او سواء حياتي او سواء الموظفين او سواء التيم اللي انا بشتغل معاه. اول حاجه قالها ان المدرب او القائد محتاج ان هو مع ان هو يلسن، وكل الحاجات دي احنا عارفينها، ان هو يستمع، ان هو يوبزرف، يلاحظ ايه. واحده من الحاجات اللي اتقالت له، واحده من الحاجات اللي هو دايما بقى بيعملها، ان هو بقى بيعمل زوم ان وزوم اوت، ان هو يقرب ويبعد. يعني لو انت عندك فريق في الملعب او لو عندك فريق بتشتغل معاه، ممكن تخش معاه في التفاصيل، ولكن هو بيقول ان دوري الاكتر اللي انا شفته وانا بعمله ومحتاج ان هو يكمل العمليه او يكمل الصوره، ان انا ابعد عن الصوره شويه، او ان انا اطلع من الملعب وابص عليهم، ابص على انفعالاتهم، ابص على الانماط اللي هم بيعملوها او الباترنز اللي هم بيعملوها. فده خلاه مش بس ان هو يقدر ان هو يقودهم بشكل كويس وبشكل منظم وتفصيلي جوه، ولكن لما يبعد شويه ويشوف المنظور بشكل ابعد، بيقدر ان هو يشوف حاجات مختلفه تماما عن الحاجات اللي هو بيشوفها داخل الملعب. فدي كانت اول حاجه انا بعملها على طول، ولقيت ان معظم الناس القويه في الليدرشيب ان هم بيبعتوا بيشوفوا الصوره من بعيد، وده بيخليهم يشوفوا حاجات مش هيقدروا يشوفوها لو هم داخلين في التفاصيل. فدي أول حاجة. تاني حاجة، هو بيتكلم على إن هو مرن ناس كتيرة قوي عندهم تالنت وعندهم موهبة وعندهم مهارات عظيمة جدا، ولكن هو بيقول الانضباط بيغلب أي موهبة. فهو كان بيقول حتى إن هو كان بيعامل الناس على إنها مؤسسة عسكرية. الانضباط فيها اللي هو مانشستر يونايتد ان هو مؤسسة عسكرية، في انضباط. ما ينفعش تعمل شعرك بشكل معين، ما ينفعش ان انت تيجي بهدوم بشكلها معين. هو كان عامل نظام، وكان بيقول لو النظام ده او الانضباط ده وقع، النجاح هيطلع من الشباك. ثالث حاجة، واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي انا شفتها في الكتاب واللي لسه يعني معلقة معايا لغاية دلوقتي، امتى تنقد واحد. وقال ان هو كان دايما، لانه مدرب، فكان لازم ان هو ينقد الى حد ما. وكان بيقول ان هو اتعلم ان النقد يجي بعد ما الشخص ده يهدى. اوعى تنتقد شخص وهو في حالة عصبية، او تنتقد شخص وهو في عنفوانه وان هو في يعني حالته المشاعر داخلة شوية في اللعبة. اوعى تنتقده دلوقتي، ولكن خليه بعد ما يهدى وابدأ ان انت تنتقده. وهو بيقول كلمة سرية في الليدرشيب، لو عايز ان انت تحترفها هتحترف فن النقد. ويل دان، انت قول للناس كويس وابني على ده. فدي حاجه من الحاجات اللي بيقولها. اخر حاجه هقولها، لان انا بصراحه ما قدرتش ان انا يعني ما اقولهاش. انا عارف ان الكتاب ده واخد معانا وقت شويه، ولكن الكتب هتاخد وقت لان هي كتب قويه جدا، وممكن ما يكونش عندك وقت تقراها كلها، بس ممكن الملخص ده يفيد. الحاجه اللي من وجهه نظري وقفت عندها هي your presence او التواجد بتاعك. هو بيقول من 27 سنه حضر من خلالهم 1500 مباراه، تغيب فقط عن 3، لان هو لقى نفسه لما بيتغيب التيم بتاعه بيحس في حاجه ناقصه، في حاجه مش موجوده. فحتى لو عندك القدره ان انت تعمل اوتوميشن وان انت تعمل اتمته وان انت تعمل حاجات بسرعه، ولكن لو معاك فريق محتاج ان انت تبقى موجود معاه. فالتواجد بيدي موتيفيشن او بيدي تحفيز بنفسه. فدي يعني 3-4 حاجات ممكن من الحاجات اللي انا وقفت عندها. وطبعا لما تقرا الكتاب هتلاقي فيه قصص وفي أمثلة بتعبر عن الحاجات اللي أنا قلتها دي أكتر. واحد من الكتب الجميلة جدا ليدنج. الكتاب الثاني، وهتلاقوا إن الكتب مقسمة، يعني مقسمها ل3 مراحل. المرحلة الأولانية هي مرحلة ممكن نقول عليها leadership ومانجمنت، يعني مرحلة القيادة. فمرحلة القيادة عندنا كتابين، واحد منهم اتكلمنا عليه اللي هو leading، وهيبقى فيه كتابين تانيين ليهم علاقة بالمزج ما بين الماركتينج أو المزج ما بين التسويق وعلم النفس. وفي كتابين
في الآخر هنتكلم عليهم لهم علاقة بالرضا وإزاي تحصل على الرضا وأنت بتشتغل. واحد من الكتب العظيمة جدا كتاب اسمه The 33 Strategies of War، يعني 33 استراتيجية للحرب. الكتاب ده كاتبه روبرت جرين، والكتاب ده طبعا فيه كتب كتيرة قبليه كتبت على يعني الحرب زي The Art of War مثلا على سبيل المثال، ولكن الكتاب ده واخد الاستراتيجيز او الاستراتيجيات اللي بيستخدموها في الحروب ومترجمها ازاي ممكن نستخدمها في حياتنا، لان هو شايف ان الحروب بتبقى محتاجه استراتيجيات، والاستراتيجيات بتبقى معتمده على الهيومن سايكولوجي، بتبقى معتمده على علم نفس البني ادم. وهو بيقول لو احنا اعتمدنا على علم نفس البني ادم فممكن نستخدم الاستراتيجيات دي في اي حته. ممكن نستخدم الاستراتيجيات دي مع نفسنا، مع التيم بتاعنا، مع منافسين، فممكن تستخدمها في اي مكان. مش هتكلم طبعا على ال 33 استراتيجيه، ولكن هو مقسم الاستراتيجيات دي لخمس اجزاء. اول جزء هو الانترنال باتل نفسها، او الحروب الداخليه اللي انت محتاج ان انت تحاربها قبل ما تحارب الحروب الخارجيه. يعني في اي حرب بيتحط عليك ضغط، مش بتبقى عارف فين الطريق، او بيبقى فيه ضبابيه. فلو انت اتاثرت بالضغط وتاثرت وتسرعت ان انت تتحرك من غير ما يكون عندك بلان واضحه داخليه، الحرب بتفشل او انت بتخسر الحرب. فاول حاجه هو بيقولها في اول قسم عنده، او اول استراتيجيات هو بيذكرها، هي الاستراتيجيات القائمه على الانتصار، او ان انت تتحكم في المعركه الداخليه قبل ما تتحكم في المعركه الخارجيه. ودي ممكن هتلاقي فيه كوتشز، ترينرز، كونسلتنتس، هتلاقوا مرشدين، وهتلاقوا رواد اعمال انت تبقى عارف وشايف ان مشكلتهم في معركتهم الداخليه. هم ما عندهمش وعي، ان هم ما عندهمش ايمان باللي هم بيعملوه. هم مش قادرين يحاربوا لان هم مش عارفين هم بيحاربوا ليه، فهم فقدوا المعركه من جوه قبل ما يخسروها من بره. فدي اول عنصر. العنصر الثاني بيتكلم عليه، او الاستراتيجيز الثانيه اللي بيتكلم عليها، هي الاستراتيجيات الخاصه بالاورجنايزيشن او بالفريق او بالمنظمه. واحده من الاستراتيجيات العظيمه اللي بيتكلم عنها، طبعا مش هتكلم على كل الاستراتيجيات بس هنختار استراتيجيه معينه. الاستراتيجيه دي هي ان انت لو عندك فريق او عندك منظومه وعايزهم ان هم يحاربوا، لازم يحاربوا تحت رايه، لازم تديلهم رايه واضحه ان هو يحاربوا عليها، لازم تديلهم ميشن، لازم تديلهم مينينج، لازم تديلهم شيء. وده طبعا احنا شايفينه وعارفينه من الحروب اللي مرت علينا سنين وسنين. سواء حروب انت مش شايف ان الرايه دي رايه مناسبه، بس هم لازم يصنعوا رايه، او لازم الناس تصنع رايه عشان يخلي التيم او يخلي الفريق او يخلي المنظومه تتحرك في هذا الاتجاه، يشجعهم ان هم يتحركوا في هذا الاتجاه. فلو انت يعني شخص لسه بتبدا، سواء ان انت عندك فريق او عندك منظومه، لازم توريهم فين الرايه، ولازم تخليهم شايفين يبذلوا مجهود عشان يحموا الرايه دي. ودي احنا شفناها في الحروب، لو بتسمعوا عن الحروب الصليبيه والحروب اللي كذا والحروب اللي كذا، لازم في رايه الناس بتحطها عشان تقنع الجروب او تقنع التيم ان هو يتجه في هذا الاتجاه. الاستراتيجي ممكن نقول رقم 3 اللي هي بتجمع استراتيجيات برضو مختلفة، هي الديفنس، ازاي ان انت بتدافع. واحدة من الاستراتيجيات المهمة جدا وانت عايز تدافع، ان انت بتبيك او بتختار الحرب اللي انت عايز تخشها. انت شخص عايز تدافع وعايز تحمي، مش معنى ان انت بتدافع ان انت يعني بتتراجع، ولكن عايز تحمي الحدود بتاعتك. فده معناه ان انت ما تحاربش خالص، ولكن ده معناه ان انت بتختار المعارك المناسبة اللي انت تخش فيها على حسب الريسورسز او الموارد بتاعتك وعلى حسب الطاقه اللي عندك. فواحده من الحاجات المهمه جدا اختيار المعركه. لو انت عايز تحمي حدودك، فاختيار المعارك اللي انت تخشها. مش كل منافس اسمه منافس، انت بتحمي حدودك وبتختار المعركه اللي انت بتخشها. عنصر تاني من العناصر اللي هو اتكلم عنها هي الاوفنس. الاوفنس يعني تبدا دلوقتي ان انت تهاجم. ممكن يبقى احنا اتكلمنا على الانترنال باتل، اتكلمنا على الاورجنايزيشن، واتكلمنا على الديفنس الدفاع، وهنتكلم على الاوفنس او الهجوم. هنا بيقول استراتيجيه نيجوشيت، حاول تتفاوض وانت بتتقدم. يعني لو انت في وضعيه الهجوم، او لو انت شخص، او لو انت يعني مؤسسه، او لو انت شركه، او لو انت دوله بتهاجم، فمتوقفش الهجوم عشان تتفاوض، لا تفاوض وانت بتهاجم. ودي احنا بنشوفها كتير حوالي. اخر حاجه او اخر ممكن نقول يعني جروب او من الجروبس اللي هو بنتكلم عنها، هي حاجه اسمها بيسميها الانكونفنشنال وور،
او الحروب الغير تقليديه. هو بين قوسين حاطط ان هي ديرتي وور. وهنا انا خدت جزء واحد منهم، لان كل الحاجات دي انا اتعلمت فيها واستخدمتها في حياتي بشكل شخصي قبل ما استخدمها، لكن الست كتب دول من كل الحاجات اللي انا قريتها على مدار السنين دي معلقه معايا، فعشان كده حبيت ان انا اقولها لحضرتك. في واحده من العناصر اللي هو بيتكلم عليها في الديرتي وور بيقول occupy the heights of the mind، يعني حاول تحتل قمه العقل اللي عند الناس. اوكي، ودي فيها او ليها علاقه بان ان انت بتغير الصوره او بتغير، بيسموها ناريتيف، الصوره او الروايه في عقول المجتمع او في عقول الناس. فعلى سبيل المثال انت مثلا عايز يتقال عليك حاجه معينه، دي ممكن يكون ليها علاقه بالبراندنج، بالبيرسونال براندنج، بس انت بتغير الناريتيف، بتغير الروايه نفسها. واتمنى كل الحاجات دي على فكره ممكن تتعمل بشكل غير اخلاقي، ولكن في نفس الوقت ممكن تتعمل بشكل اخلاقي لو انت عندك هويه حقيقيه، لو انت بتضيف قيمه حقيقيه للناس، فكل الحاجات دي تتعمل بشكل اخلاقي. ولكن في ناس بيستخدموها بشكل غير اخلاقي، ان هم يغيروا الروايه في عقول الناس. ودي قصه كبيره، استراتيجيه مهمه جدا هو بيتكلم عنها، وفي ناس كتيره بيستخدموها. ودي كانت او ده كان الكتاب الثاني اللي هو The 33 Strategies of War. الكتابين اللي بعد كده هنتكلم فيهم على الماركتنج والبراندنج. الكتابين دول كتابين يعني جمال جدا. الكتاب الاولاني اسمه Unconscious Branding، والكتاب الثاني طبعا الكتاب العظيم اللي اسمه Influence The Psychology of Persuasion. دول كتابين من اهم الكتب اللي انا قريتهم اللي بيربطوا الماركتنج او السيلز بالسايكولوجي، بعلم النفس. الكتاب ده على سبيل المثال اللي هو Unconscious Branding بيقول لك العقل مقسم الى يعني مناطق، والمناطق دي محتاج ان انت ترضيها وانت بتتكلم عشان تقدر تبيع حاجه للناس. على سبيل المثال في الكتاب ده بيقول دايما العاطفه بتسبق المنطق. فانت لو قدرت بشكل ما تتحكم في العاطفه من خلال اعلانات، او تتكلم مع عاطفه العميل ده من خلال اعلانات، تسويق انت بتعمله من خلال افكار، ساعتها المنطق هيبقى سهل ان هو يقنع نفسه بالموضوع. حاجه كمان جميله جدا في حته الانكونشس براندنج بيتكلم عليها هي صناعه القصه او صناعه التاثير من خلال القصه. مثال ذكره هنا الكاتب بيتكلم على نايكي والفرق ما بين نايكي وما بين اديداس. نايكي هم ناس متمرسين في صناعه القصه، اديداس هم ناس متمرسين ممكن في الانجينيرنج، في البرودكت نفسه يكون كويس. عشان كده هتلاقي نايكي احساسها مختلف عن اديداس، عشان كده هتلاقي ابل احساسه مختلف عن سامسونج. الاحساس مختلف لان معروف او الامريكان ستايل هم اقوياء في صناعه القصه، صناعه الايموشنال ستوري او القصه العاطفيه. واحده من الحاجات برضو العظيمه جدا اللي انا استخدمتها واستفدت فيها، استفدت منها كتير جدا، وطبعا ارتبطت بصناعه الاوفر، وانت بقى بتدرس ماركتنج او بتدرس يعني براندنج، بتستفيد جدا من السايكولوجي. وزي ما انتم شايفين حتى ده ارت فور اللي احنا ذكرناه هو بيتكلم على ان اي استراتيجيات معتمده على الدماغ نفسها. وهنا برضو الانكونشس براندنج هو بيتكلم على اي استراتيجيات موجوده هي برضو بتعتمد على السايكولوجي نفسها او علم النفس اللي موجود عند الشخص. واحده من الحاجات بيقولها إن انت عشان تغير معتقد ممكن تاخد وقت، ولكن ما تغيرش معتقد، غير سلوك عشان تقدر تغير معتقد. على سبيل المثال لو انت مثلا عايز تبيع حاجه ب$1000 لحد مثلا، فانت عشان تخليه ان هو يعتقد ان $1000 ده بالنسبه له حاجه هياخد منها قيمه او هياخد من خلالها قيمه، ممكن تاخد وقت. ولكن ايه اللي انت ممكن تعمله؟ ان انت ممكن تعمله ممكن تقول له خد فري ترايل، فانت غيرت سلوكه وخليته يخش مجانا، او خليته يخش ب$7 عشان ياخد كويك وينز. يعني ايه؟ يعني هياخد مكسب سريع، هتخليه ان هو يحس بالقيمه. ساعتها ممكن معتقده يختلف عنك، لان سلوكه انت قدرت ان انت تتحكم فيه الى حد ما، واحده واحده، لغايه ما تغير المعتقد. فدي واحده من الحاجات الجميله جدا اللي موجوده في الكتاب، واحد من اهم الكتب اللي انا قريتها اللي ليها علاقه طبعا بالانكونشس. الكتاب العظيم Influence The Psychology of Persuasion بيتكلم على عناصر ممكن ان انت لو استخدمتها هيسهل عليك ان انت تأثر في الناس. على سبيل المثال فكرة الكوميتمنت والكونسيستنت. يعني عامة لما بتشوفوا مثلا حد على اليوتيوب يقول لك دوس لايك او اعمل فولو، دي معناها ان هو بيقول لك كوميتمنت صغيره. انت لو عملت لايك او فولو ده معناها ان انت عايز تتابعني او بتاخد اول كوميتمنت عليك او اول التزام عليك ان انت تتابعني. على سبيل المثال في لما بنستخدم الماركتنج، لما بنقول للناس ان احنا هندي لكم حاجه فور فري، بس عشان تاخد الحاجه فور فري دي محتاج تحط الايميل والاسم،
عشان تحط الايميل والاسم ورقم التليفون ده على فكره مايكرو كوميتمنت، بس المايكرو كوميتمنت ده ممكن يخليك بعد كده تاخد كوميتمنت او تلتزم معايا بحاجه اكتر، ان انت تدفع مثلا مقابل برنامج معين اند سو اون. ان الناس بتحب تنتمي للناس اللي شبهها، عشان كده دايما بنقول ان انت لما تيجي تقول القصه بتاعتك او لما تيجي تتكلم، حاول تتكلم بلسان العميل بتاعك، لان لو العميل بتاعك حس ان انت شبهه فهيسهل عليك التاثير عليه. حاجات عظيمه جدا هتلاقوا موجود، ناس كتيره بتستخدمها وموجوده في الماركتنج وموجوده في السيلز وموجوده في حاجات كتيره جدا، اللي هو يعني the psychology of persuasion. يبقى احنا كده خلصنا حاجتين مهمين، خلصنا الجزء اللي هو ليه علاقه بالمانجمنت وخلصنا الجزء اللي ليه علاقه بالماركتنج والسايكولوجي. هنخش كتابين شايف ان هم ليهم علاقه بالهابينس والفولفيلمنت، ليهم علاقه بالرضا والسعاده. يعني من اهم الكتابين اللي انا يعني دايما برجع لهم لو عايز من وجهة نظري ان انا اعرف معنى السعادة ومعنى الرضا. واحد من اعظم الكتب اللي انا قريتها في حياتي يعني هو كتاب 10 Keys to Happier Living. واحد من الكتب اللي انا قريتها اكتر من مره مش مره واحده. انا واحد درست حاجه اسمها بوزيتيف سايكولوجي او علم نفس ايجابي يعني في لندن واخدت فيه 3 سنين، ولكن الكتاب ده بيوصف بشكل سيمبل بشكل بسيط ايه هم العشر مفاتيح اللي ممكن تخلي حياتك افضل. الكتاب ده مختلف عن اي كتاب يعني تنميه بشريه او الكتب العاديه، لان هو كتاب بيقول لك النظريات اللي قائمه على فكره، يعني فكره المعنى. هل في حد قاعد يدرس المعنى ولا هو اعمل معنى وخلاص find your way او find your why وخلاص؟ لا، ده في ناس قعدت عملت دراسات وعملت ابحاث عن فكره المعنى. فبيقول لك هنا ايه الابحاث دي بشكل بسيط وبشكل يعني اي حد ممكن يفهم. بالاضافه كمان ان هو بيدي لك اكسرسايزز، ممكن تمرين يعني انشطه او تمارين ممكن ان انت تستخدمها عشان تقدر ان انت تخلي حياتك، وهنا العنوان حلو قوي، تخلي حياتك happier مش happy life. ما فيش حد حياته بتبقى سعيده لكن اسعد. يعني لو انت بتقول دلوقتي انا حياتي 5 قد ايه، 5 من 10، هتبقى 6، هتبقى 7، فهابير. العشر حاجات اللي هو بيتكلم عنهم او اللي هي بتتكلم عنهم فانيسا شرينج بتتكلم عنهم، بتتكلم عن الجيفنج والعطاء ودور العطاء في السعاده، بتتكلم على ازاي ان انت تكونكت مع الناس ودوره في السعاده، بتتكلم على الاكسرسايز لما تمارس رياضه ودورها عشان تفهمه علاقته ايه بالسعاده، بتتكلم على تراينج اوت او ان انت بتحاول تتعلم حاجات جديده، بتتكلم على المينينج، بتتكلم على الايموشنز. ف10 حاجات لو انت قدرت ان انت تحترفهم، مش تحترفهم بمعنى ان انت لازم كلهم تعملهم، ولكن على الاقل تعرف دورهم في ان هم يخلوا حياتك اسعد. اخر كتاب، والكتاب ده انا مش هتكلم عنه كتير لان هو تقريبا اصغر كتاب. بص الكتاب ده قد ايه؟ اوكي، كتاب صغير جدا اسمه Finding Your Strength in Difficult Times. مش كتاب تقليدي كبير تبدأ ان انت تقراه، ولكن هو بالظبط كده عارفين زي ايه، زي تأملات وخواطر. ولكن اللي كاتب الكتاب ده كل كلمة حاططها وحاططها بشكل قوي جدا. والكتاب ده اعتقد فيه منه بالعربي موجود PDF، مش موجود معايا، ولكن اللغه بتاعته بسيطه وسهله، ولكن بيتكلم في مواضيع مختلفه، بيتكلم في مواضيع الوضوح، بيتكلم في مواضيع الموت وعلاقته ان ازاي الموت ده ممكن يحمسك، بيتكلم في مواطن القوه عندك، حاجات بسيطه يعني زي خواطر بسيطه بس مكتوب بشكل يحمس ويخليك تشوف الحياه بشكل مختلف. يعني ممكن اسيب شويه لقطات منه، ولكن واحد من اعظم الكتب اللي انا دايما ايه لما عايز ارجع لها او عايز ان انا يعني جزء معين او موضوع معين حابب ان انا اتكلم او حابب ان انا اسمعه، برجع تاني للكتاب ده واشوف الموضوع واسمع هو بيقول ايه. فدول كانوا الست كتب اللي غيروا من شخصيتي، غيروا من طبيعتي، زودوا افكار، زودوا معتقدات. اتمنى ان هم يكونوا مفيدين، وان شاء الله نشوفكم على خير. واكتبوا لي انتوا تحت ايه هو الكتاب اللي حقيقي شايفين ان هو غير من تفكيركم، او لما قرأتوه غير من تفكيركم، وانا ممكن احاول ان انا ابص عليه ونعمل سامري تاني ان شاء الله للكتب دي. شكرا جزيلا ليكم ونشوفكم دايما على خير، مع السلامه.